السلام عليكم ومرحبا بكم في قناه امنيه للحلويات. اليوم ان شاء الله غادي نخدم معكم واحد الشكل ديال الحلوه باللوز. هذه عندنا حنايا عقده ديال اللوز، انا كنت طحنتها، يعني درت لها الطحنه الاولى كما العاده. راه كي كنسلقوا اللوز ماشي كنسلقوه، يعني كنديروه كنغسلوه مزيان ونديروه في كاسرونه وتنديروه فوق البوطه على ما كطلعوا غير ديك السخونيه ديك الغليه كنطفيو عليه باش كيجينا ساهل ملي كنبغيو نفسخوه. صافي فسختو ونشفتو درتو خدمتو في الصباح وفي الليل في العشيه طحنتو. يعني نتوما عارفين دابا الحال سخون، ماشي ضروري تبيتوه الا لا صاوبتوه بالليل ماشي مشكل يبات الصباح. المهم الغرض عندنا هو يكون ناشف مزيان من الماء. طحنتو الطحنه الاولى وعاودتو الطحنه الثانيه. نتوما عارفين الكيلو ديال اللوز دايره كديروا فيه نص كيلو ديال سنيده، واللي ما كيبغيش الحلاوه يدير داك 400 غرام، ما يديرش 500 غرام، يدير داك 400 غرام. المهم كل واحد على حسب الذوق ديالو. المهم انا درت هنايا 450 غرام صافي. ودابا غادي ندير به هاد واحد الشكل بالسيليكون ان شاء الله. غادي نخدم هاد السيليكون هذا، اللي تيكون هكا دايرو فيه داك الخويه هكا. حنا ما فحشتناش هذاك الخويه، غير المهم داير. وانتم تحبوا تخدموا اي سيليكون عندكم. صافي هنا غادي نجيب ندير ليه القوام ديالو. صافي هنايا انا جبت هذه، درت غندير معاها واحد 2 معالق ديال الزبده. غادي ندير معاها واحد شويه ديال القرفه، نتوما راه نسمو باش بغيتو، ندير غير واحد شويه. غادي ندير ديك الساشيه ديال الزهر البرتقال، هذه ديما كنديرها انا في العجينه ديال اللوز، في العقده ديال اللوز. كتعجبني بزاف، ما كنقدرش نستغنى عليها. صافي وغادي نبقى نجمع بالماء زهر. دابا هادشي اللي خدمته انا دابا. هاد الزبده ديالها ضروريه بالنسبه للنكهات، بالنسبه للقرفه ولا هاد النسمه ديال الزهر راه ماشي مشكل الا درتوها وعاد لا بغيتو تضيفوا لها شي نكهه الحامض البيستاج، اي نكهه كتفضلوا راه ماشي مشكل، راه ما غاديش تضر. ما بغيتو تفضلوا غير النكهه اللي غتدخلوا عليها، يعني تخلي العقده عادي غير بالسكر وتزيدوا عليها غير ديك الزبده والنكهه اللي بغيتو، راه ماشي مشكل. انا المهم كتعجبني هاد النكهه ديال القرفه وديال الزهر. بالنسبه لداري انا ما كنقدرش نستغنى عليها، كنديرها. واللي بغى شي نكهه اخرى ماشي مشكل، يقدر يديرها. المهم دابا حنا غندخلو ما زهر، ما نديروش في دقه. المهم ندخلو. انا راه عندي هنا الزبده شويه قاصحه، كانت وحده عندي جابداها من قبل، وحده ما كملتش ليا ديك 2 معالق جبدتها من الثلاجه. المهم انا غادي نحاول ندخل هاد الزبده، ندوبها، نسخنها بيدي ونجمع هاد العقده ديالي ونرجع. صافي هنا من بعد ما عجنت ديك العقده ديالي هانتوما كتشوفوا عجنتها. صافي دابا هنا جبت عندنا غادي نزينها بهاد الزنجلان الابيض، ما محمراش لان مازال غتدخل الفران. وهنا البياض ديال البيض، وكما قلنا غادي نخدموا بهذا السيليكون هذا. اول حاجه غادي غنشد هاد الزنجلان شي شويه هكا، غادي نديرو في داخل ديك الحفره ديال هاد السيليكون باش منين نديرو ما يلصقش ليا. ونحاول نوزعو على داك الفراغات كاع اللي كاين. صافي دابا هنا غنبقى ناخذ ديك الكويرات ديالي، داك الكويرات قد هكا. المهم حنا غنشوف غنعبروهم في الميزان باش نمشيو على قياس واحد. غنجرب وحده وغنشوفها شحال غادي
شحال غتهز ليا في الوزن وغنمشي على هذاك القياس. المهم غادي ندير هاد الحبه صافي، ونحاول نسوس هكا باش ما تبقاش هازه ليا داك البيض بزاف. نمسح يديا، نحاول نلبسها مزيان بهذاك الزنجان. هانتوما صافي غادي نجربها دابا نشوف. صافي هذا هو القياس، هو جاني نيشان عبار. انا صافي انا هنا مشيت على العبار ديال 18 غرام في الحبه، 18 غرام. تندير في الميزان كنعبر وتندير القياس ديالي. صافي غنمشي على هاد الطريقه هكايا حتى غنكمل كاع ديك الكميه اللي عندي. ما غاديش نطيبها يعني في هاد الليله حتى الغدا الصباح حتى غتنشف مزيان، عاد غادي نطيبها. صافي كنمشي على هاد الطريقه هكا. نتوما ديروا كميه لا باس بها كثيره، عاد باش يعني ما تبقاوش كل ساعه كتمرمدوا يديكم وتحطوا، كديروا خدمه وحده. صافي غنبقى انا على هاد الطريقه هكا حتى غنكمل كاع هاد الكيلو اللي عندي. صافي هنا من بعد ما كملتهم غادي نخليهم هنا هكا في السيليكون حتى غادي ينشفوا تماما. عاد غادي نحيدهم باش غادي ندير لهم هاد التزيين اللي غادي نوري لكم دابا ان شاء الله. غنحيدهم نديرهم هكا على جنب. هنايا عندي عقده ديال اللوز النيت اللي درت ليها النكهه ديال الحامض اللي كتعطي دوك اللي كيتباعوا ب5 دراهم الطويصه. نكهتها بالحامض، وغادي هي اللي غنزين بها هاد العقده هذه ديال اللي درنا في السيليكون، وغنزينوها بهاد الوريضات هذه. هاد السيليكون هذا اللي تيكون خاص بهاد الوريضات. غادي ناخذوا هاد واحد شويه من هاد العقده غادي تدخل طيب معاها. علاش انا قلنا ملي غتنشف غادي نحيدوها من هاد السيليكون هذا حتى غتنشف تماما تولي قاصحه، وغادي نحيدوها من هاد السيليكون هذا. وعاد غادي على ما نكونوا وجدنا هاد الوريضات هادو غادي ندير لهم بياض البيض وغادي نحطهم فوق داك الفراغ اللي غيكون لا يكون خاوي ديال هاد العقده ان شاء الله. وغادي عاد نديرو نبيتوها الليل كامل كما قلنا في الاول حتى الغد ليه عاد نطيبوها. دابا انا هنايا غادي ندير هاد الزين. غادي ندير هاد الوريضه هادي نحيدو كاع داك الزائد. نحاول انا راه درت شي حبات من قبل وغادي نعاود معكم وعاد نكمل كلشي في خطره. صافي كاع داكشي اللي زايد كنحيدو تنحيدو هاد الوريضه كتجي على هاد الشكل. نتمنى تكون كتبان لكم مزيان. صافي غنبقى غادا تاني على هاد الشكل هكايا اللي حتى نكمل هاد الوردات ديالي كاملين وتا هما كيكونوا نشفوا باش ملي كنبغيو نلصقوهم ما تيعذبوناش. يعني راه حتى هكا راه زعما صراحه ما عذبتنيش، خدمتها بسهوله. حاولوا باش تجي على قد هذاك الوريضه كامله متبقاش شي بلاصه خاويه. صافي وانتم كنحيدوها بواحد السهوله. وهاد النكهه اللي درت انا الحامض تقدروا تعوضوها بالبيستاج باي نكهه كتفضلوا او فرومبواز ولا اللي كان اللي كتبغيو. صافي المهم غادي نبقى انا على هاد الطريقه هكا حتى غنكمل هاد الوردات ديالي كاملين على ما تنشف لي داك الوريضات وداك هاد العقده اللي في السيليكون ان شاء الله. غادي نرجع نشوفوا تزينتي. صافي هادي من بعد ما وجدت كملت داك الوريضات ديالنا
وخدمت هاد كما قلت لكم هاد الشكيل هذا اللي نشف مزيان في السيليكون حيدته. دابا غادي ناخذو نسبق بداك الوردات اللي تيكونوا هما تيكونوا ناشفين، ما تخافيش منهم. كنقلبهم حتى ناخذ بياض البيض ندهن ليهم هكايا واحد شويه صافي. غناخذ واحد الحبه وغادي نحطها هكا الوسط تجي على هذا الشكل هكا صافي. ناخذ ورده اخرى ممكن ندهنها مزيان باش تلصق ليا مع داك العقده صافي. كتبقى هكا وصافي كنخليهم حتى كينشفوا مزيان حتى غدا الصباح ان شاء الله. عاد غادي نشعل عليهم الفران اللي غيطيبوا، نشعل عليهم غير من التحت حتى يطيبوا حتى تحمر. الا تحمرت غير شي شويه هكا من الكاع صافي، وكنطفي عليها